خلوا الفوضى تنتشر وخلوا الكل يفكروا مثل ما بدهم، وانتوا رح تشوفوا من بعيد كيف الوضع بغيابكم. بس يا مراد إذا عمت الفوضى بصفوفنا خاصة بهالظروف رح نتأذى كتير. نتأذى؟ نحن 3 أشخاص هون وهالشي مستحيل يأذينا. خلص أنا ما رح أروح لاجتماع المجلس بنوب. سيف رح يخبرهم إني لغيت الاجتماع، وبعدين رح نستنى ورح نراقب من بعيد ونحكم على الوضع. ما حدا منهم بيقدر بيأذيني بطريقة مباشرة، مستحيل. ما بنعرف. مراد البلور مصفح ضد رصاص، وبدك تمرق من 10 أجهزة تفتيش لحتى تقدر تفوت على المجلس، وأصغر خادم بالمجلس صار له أكثر من 20 سنة عنا. كل اجتماع بنفحص المكان بدقة قبل ما نبلش، وكمان بيتأكدوا إنه ما حدا عم يراقبنا أو عم يسمعنا. برأيك شو رح يصير؟ على فرض اني عضو بالمجلس وبدي اقتل السيد محمد قرخالي، سيف التغى الاجتماع، ولا تلعب بهالسكين مرة تانية. أخذني غدر ولا أنا كنت رح أزرع هالسكينة بقلبه؟ نحن لازم نتوقع اي شيء، هذا يلي عم حاول اشرحه.